لاحظوا شغلتين مهمين في هذا المنظر. اللحمه بدها تكون مقرمشه ولازم نشروط. اللحمه بدها تكون 80% لحم و20% دهن. والقطعه في الذبيحه اللي بحكي للجزار يقص منها عشان يفرمها ويعمل لي لحمه البرجر هي من الذبيحه وفوق، يعني مش الرجلين والكتاف، لا، من الظهر من البطن، التشك والستيك والشغلات هاي. بدي بصله وبجيب المبرشه بأبرشها وهو المطلوب. مخللتين كبار بأبرشها. اذا متوفر عندي هالابينو من اللي بيحرق بقطعه ناعم، مايونيز وقد نصه كاتشب وقد ربعه خردل، واذا عندي لحسه باربيكيو بسيطه جدا عشان تعطينا طعم السموك. رشه ملح، رشه فلفل اسود، شويه خل وعصره ليمون صغيره بس، وبحركهم. بضيف الشغلات اللي قطعناها، وهيك صار عندي اطيب صوص للبرجر في العالم كله. وبولع على المقلايه، وبس تسخن بجيب اللحمه وبضغط عليها وبشيل الورقه. رشه ملح كتيره شويه وفلفل اسود. سخن الزيت بنزل موتزاريلا ستيكس. في البرجر لازم اللحمة تكون مقحمشة ومقرمشة، عشان هيك الحرارة تكون عالية جدا واللحمة ما تطول دقيقتين ودقيقتين وتكون رقيقة شوية. يعني طعم البرجر كله في اللحمة المقحمشة. صاروا جاهزين. هجد اهم شيء في لحمة البرجر انه اخذها على جنب ترتاح 4 ل 5 دقائق قبل ما احطها في الساندويتش. وبحط خبزة البرجر. بجيب خسة او خستين، سبحان الله اول مرة اشوف زي هيك، وباخذ منها شرايح رقيقة. واذا عندي حبة بندورة باخذ شريحة واحدة بس رقيقة. وبجيب الصوص وبقول له انزل يا وحش. وباجي هنا وباخذ قطعة من اللحم. يا سلام. وباجي هنا بشوية صوص كمان، بنزل عليه الخس والبندورة وبنزل عليها الموتزاريلا ستيكس. يا حبيبي. نيجي هنا بنزل كمان صوص على القطعة الأخرانية، وبنيجي هيك وبنقول لها روحي الله معك، وبنقول بسم الله. يا إلهي، طعم جبنة قديش فرق في البرجر. مش برجر إذا ما شربطنا. اللي بعده بدون تحميص. أيوه هيك والله معك.